بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. طبعا أنا آخر واحدة يمكن في مصر كلها فرشة، أنا لسه منمتش يا دوبك، بس قلت منتج لكم الفيديو قبل ما انام. اتفاجئت النهار يعني ان هو امبارح اخر يوم رمضان. بجد الشهر عدى في لمح البصر، فانا كنت بحسبه ان هو هيبقى 30 يوم، طلع 29، فما كنتش عامله حسابي خالص. ما لحقتش، كان لسه عايزه اصبن المطبخ والكلام ده كله، يعني كنت بعمل على مهلي بس برضو عملت كله. اول حاجه كده هنبدا بالاوضه الكبيره. انا هوديكم كده مقتطفات، يعني كانت الاول لو انتوا كنتوا ملاحظين شكل الاوضه كانت عامله ازاي. اول حاجه بدات بالركنه، نفضتها كويس ومسحت من وراها وفرشت عليها الحتت البيضة بتاعتها دي، وبعد كده علقت الستاير ورحت بقى على السرير. برضو بص السرير كان مقلوب ازاي، بدلته وحطيت ملاية نظيفة وخليته بالمنظر ده. وبرضو الانتريه طبعا انا كل ده عاملاه معاكم، مصبناه ومسحه من وراه ومصبنه حيطان، وكله الكسوات بتاعت الانتريه احنا غسلينها يا دوبك، بس كنت بفرش وان انا بمسح الارض وبكنس تاني. بياخد وقت. وبعد ما فرشت السجاد كمان مش شفطتها كلها بالمكنسة بالكهرباء. المهم ومسحت الترابيزة بقى وحطيت المفرش وحطيت الفاز والبونبونيرة والطفاية، وكان ده شكل الأوضة. وبعد ما خلصت كده مسكت بقى المعطر وهبتدي ان انا ارش على السرير والانتريه والستاير، حتى السجاد، المخدات بتاعه الانتريه، عشان ريحتها تبقى كلها ريحه اللافندر. المعطر ده حلو قوي. هبتدي ان انا كده يعني اخلي مهيسه شويه، معلش. المهم ده كان منظر الاوضه. النجف طبعا عاملينه مع بعض، السجاد، وده كان منظر الاوضه. ايه رايكم بقى؟ هنطلع بقى على بره. برضو انا ما كنتش مورياكم، مش هوريكم بره، ان انا ما كانش فيا حيل وما كانش في وقت ان انا اصور معاكم، بس صورت لكم البيت في الاخر كان شكله عامل ازاي. طلعت بقى بره كده مكان السفرة، برضو غسلت الفازة بتاعتها وحطيت الورد اللي تبع السفرة وحطيت المفرش ده وفرشت السجادة، وبرضو المشاية اللي قدام باب الشقة دي، وعلقت الستاير. وطبعا مسحت ورا التلاجة ورا الغسالة في الغسالة الاوتوماتيك، وعلقت الستاير هنا على الشباك وعند الستارة اللي عند المطبخ دي. بس كده كنت بعدلها، وطبعا برضو رشيت معطر والدنيا بقت زي الفل. حتى عملت السلم، كل حتة في البيت عملتها، ما سبتش حتة غير لما خلصتها. دخلت بقى بص هنا كنت بوريكم التلاجة، عملتها فوق التلاجة بجد، يعني انا مبسوطة. برضو دخلت على المطبخ. انا المطبخ ده والله العظيم ما كنت صبنته، ما عملتهوش ولا مسحت سيراميك ولا حاجة. وقفت وقلت لا لازم هعمله، وقفت قوام صبنته، غسلت البولات دي والطاسات وكل حاجة، حتى البرطمانات مسحتها ودخلت البرطمان ده جوه. الحاجات دي انا كنت غسليها. وفرشت على البوتاجاز كمان ورقة ألمونيا كده، والترمس ده هعمله هوريكم هنعمله ازاي بس في فيديو تاني. حتى تحت الحوض ركبت الستارة دي وغيرت الستارة وفرشت السجادة وخليت الدنيا زي الفل. معلش لو الصوت في صوت ازعاج بقى، العيد
انتوا فاهمين. هنا بقى دخلت على الطرقة اللي هي ما بين المطبخ والحمام، برضو فرشت السجادة وحطيت بس الحافظة دي عليها، لان المطبخ المطبخ لما يعني احنا في المطبخ بيتوسخ بسرعة، فمش عايزة ابهدل السجادة. وكمان دخلت على اوضة النوم، برضو كنت هنا بوريكم انا عملت ايه. بتمنى بقى الفيديو يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.